بتفرج دلوقتي على فيديو على اليوتيوب، فشفت حلقة امبارح للأستاذ شريف عامر بيستضيف فيه واحد من ضحايا اتنصب عليهم في منصة. بعدين بقول يا ربي، هو ليه ليه شريف عامر بيجيب حاجة قديمة بقالها سنة؟ فالراجل هو بيتكلم، ايوه يا سيدي عارف هتقول ايه، اشتركت، وقعد يقول له اصل في طبقات 11200 11000. يا جماعه ايوه، ليه بتتكلموا على حاجه حصلت من سنه؟ ورحت هناك وانا بقيت بكمل، ايوه يا سيدي هيقول له اصل احنا ما سحبناش الارباح عشان في اجازه. فالراجل قال له احنا ما سحبناش الارباح عشان في اجازه. انا مش قادر افهم بجد ليه شريف عامر بيفتح قضيه بقالها سنه. ذكرى مثلا، ذكرى الثانويه بتاعت النصبايا دي، جه في دماغي كل حاجه، غير ان النصبايا اتكررت هي تاني بنفس التفاصيل. حتى شريف عامر في الاخر بيقول له هو انت ما شفتش اللي فات؟ قال له لا. يا جماعه كلنا بنتعرض للنصب، بس خلوا النصابين حتى يبتكروا. مش ممكن دي هي بنفس كل حاجه. فاكرين المنتصر بالله الله يرحمه لما قال له تراهن اضرب لك اللي هناك تاني على قفاه؟ قال له راهنك. يعني خلوا النصابين يشقوا شويه، يفكروا شويه، مش هي